اليوم شفنا بطل العالم ينهار امام المنتخب المغربي اللي قدم عرض، خاصه الشوط الثاني لولا بعض الاخطاء اللي في التغطيه اللي ما كانش اللي تثبتنا في تسجيل الهدف. اليوم شفنا وليد الركراكي خرج على النمط السابق انه كان ما كتكونش عنده نسبه امتلاك الكره وكيفوز. اليوم كانت عنده نسبه امتلاك الكره وكانت السيطره مطلقه وكنا قريبين من التسجيل. شنو هو السبب التغيير؟ Non, si j'ai des regrets sur ce match, c'est surtout le début de match. C'est d'avoir encaissé ce but rapidement, qui a donné encore plus de certitude à l'équipe de France pour rester dans son schéma. On avait dit que si nous laisserions le ballon, on le prendrait. Nous l'avons laissé, mais on a fait trop. À ce niveau-là, on va dire. كنا دعني أقول أفضل وفقدنا كرة أقل وصنعنا المزيد من الفرص، ولكن لم نكن حاسمين في 30 متر الأخيرة. لسوء الحظ أردنا أن نسجل حتى ندخل بهم الشك، ولكن مع كل المهارات للمنتخب الفرنسي كان بإمكان معاقبتنا، وذلك ما حصل في الشوط الثاني الذي قسم ظهورنا وحاولنا أن نعود، ولكن أهنا المنتخب الفرنسي. قلت ذلك قبل المباراة أنه منتخب كبير وبأشياء قليلة كان بإمكانهم الفوز، وأنا سعيد خاصة رغم الإصابات ورغم التعب حافظنا على أن الصقوة قدم اللاعبون أفضل من لديهم وأدخلنا لهم الشك، وهو أمر رائع. بعد ذلك حتى أسبق على الأسئلة في مثل هذه المنافسة كأس عالم من أعلى المستوى، أعتقد أن العتبة كانت عالية ليس على المستوى التكتيكي. لماذا اتخذتم هذا القرار لوضع سايس في التشكيل ثم اللعب ب5 مدافعين؟ هل كان هنالك شك على مستوى البدني لهذين اللاعبين؟ لا، الأمر ليس كذلك. في آخر دقيقة تم الاختيار ولم نكن متأكدين إن كان بإمكان رومان أن يلعب وهو قائدنا ومهم جدا في نظامنا. انتظرنا في اللحمة، وكذلك نايف كان يفترض أن يكون متواجدا وهو لاعب مهم جدا في دفاعنا، وأعتقد أنه كان من الأجدر أن نلعب ب3 في الوسط مع ظهيرين حتى ندخل الشكل مبابي وديمبلي، وكذلك حتى نضطرهم إلى الدفاع. تدربنا يومين على هذا النظام، وبعد خروج رومان عدنا إلى 4 مدافعين، وكان لدينا ربما مراجع أفضل، وخروج نايف هو الذي أضرنا أكثر لأنه في آخر دقيقة اضطررنا إلى التغيير، وكل هذه التفاصيل الصغيرة جعلتنا ندخل جيدا في المباراة، ونحن سنستفيد من ذلك. ربما ب5 لو وصلنا ب5 كان بإمكاننا أن نحدث مشاكل أكثر، لكن خروج رومان سايس أثرت، ولكن ليس لدي أي ندم. الفكرة هي كانت أن نريح كذلك سايس في المحور. تهنئة لمسيرتكم. قلتم أنكم ستساندون منتخب فرنسا، كيف ترون هذا النهائي مع الأرجنتين؟ أراه نهائي متوازن، والأرجنتين استعادت الثقة، لديهم ميسي الذي هو في أفضل مستوياتهم، هم يدافعون جيدا، وديدييه قام بعمل جيد يعرف ما عليه فعله. ما لم نقبله اليوم وهي استعادة الكرة، وخسرنا العديد من الكرات، والمنتخب الفرنسي لديه خبرة في ذلك. أعتقد أنه بلاعبين سريعين ومع هذا العمق سيكون التنقل من 50 ل 50 متر. بإمكان فرنسا أن تحقق كأس العالم المرة الثانية على التوالي، وأعتقد
أنه البلد الأفضل في رياضة كرة القدم، وأنا أفخر بذلك لأنني نشأت في فرنسا وتعلمت في هذه المدرسة. في بعض الأحيان ننتقد المدربين الفرنسيين والكرة الفرنسية، ولكن هم الأفضل والمنتخب الفرنسي هو الأفضل. وبالنسبة لي النهائي هي 50% آخر فرصة لميسي، ولكن يعجبني كثيرا مبابي وأريد أن يفوز بكأس العالم. ربما سيكون بيليه الجديد وسيقترب مما أنجزه اللاعب بيليه. لا يجب أن نضع عليه ضغوط كثيرا حتى يكون متحررا، ونريد أن يفوز حتى نقول أننا خسرنا ضد بطل العالم. كوتش، بعد هذا الإنجاز التاريخي طيلة هذا المونديال، هل سيكون هدفكم القادم كأس أفريقيا؟ فعلا ذلك سيضع ضغطا إضافيا بعد بلوغ هذا المستوى. نحن مضطرون أن لا نختفي. هنالك كذلك معايير أخرى أفريقية مختلفة سينتظروننا، وسيبقى لنا سنة للتأهب لهذه المنافسة، والتجمع القادم سيكون في شهر مارس. وأنا قلت في المرة الأخيرة أنا لدي طموح كبير، وقلت أنني سأرحل إن لم أصل إلى نصف نهائي كأس العالم، ونحن سنذهب للفوز. ولكن هنالك كذلك منتخبات كبيرة في أفريقيا مثل الجزائر ومصر والكوت ديفوار ونيجيريا. كذلك هناك على الأقل 10 منتخبات ستسعى للفوز، وسنذهب مع بعض التواضع ولكن من أجل الفوز. تابوناو في القناة باش توصلوا بكل جديد الأخبار الحصرية.